بالنسبه للناس بتوع الاندرويد ان شاء الله هنبتدي من البدايه خالص. هنخش على فايل، نيو بروجكت، ايا كان بقى الاسم مش هيفرق معانا. نيكست. هنا بنختار فون اند تابلت. وايه الاي بي اي ده؟ الاي بي اي ده بيحدد الفيرجن اللي انا هبدا منه. يعني انا هنا ببدا من فيرجن اللي هو الجيلي بين 4.2 لحد النوجت. فده بيخليني اخد حوالي 87.4% من السوق ده لو انا عايز انزله على جوجل بلاي. بعد كده بدوس نيكست، اختار امبيج اكتيفيتي، ماشي. نيكست، من اكتيفيتي، فينيش. الجهاز بيعمل بيلد. ثواني بياخد وقت عقبال ما يعمل بيلد ويخلص. اهو البيلد خلص اهو، بس ثانية برضه لسه في بروسيس تحت. نحاول لما يكون في بيلد او بروسيس زي ما بيعمل كده ما نسيب الجهاز لحد ما يخلص خالص عشان ما يبقاش تقيل معانا. اوكي كده الاندرويد ستوديو تقيل اساسا. في البداية الاندرويد ستوديو احنا بنتعامل فيه مع حاجتين، في حاجة اسمها جافا وحاجة اسمها لي اوت. الجافا دي اللي بنكتب فيها الكود، اللي اوت اللي بنعمل فيها الديزاين بتاعنا، اذا كان بقى بوتون، اذا كان تكست فيو، اي حاجة ليها علاقة بالديزاين بكتبها عندنا في حاجة اسمها لي اوت. والجافا دي اللي بتشغل اللي اوت. ازاي؟ يعني انا مثلا عملت زرار في اللي اوت، ازاي اخليه يشتغل لما حد يدوس عليه يعمل لي اي مهمة مثلا اعملها له، يفتح صفحة، يغير لونه، اي حاجة بكتبها في قلب الجافا. اذا اتفقنا، ادي الريسورس اللي اوت. عشان انا خلاص عشان الجهاز تقيل. لي اوت اكتيفيتي مين، دي اللي بقدر فيها اعمل الديزاين بتاع البرنامج كله. اذا كان بقى احط ازرار، احط نص، اعمل اي حاجة. وكده خلص بلد الحمد لله. نشيل دي ملناش دعوة بيها، مش عايزينها. في عندنا حاجتين، في حاجة اسمها ريلاتيف لي اوت وفي حاجة اسمها لينير لي اوت. الريلاتيف ده اللي مثلا ما بيخليش الحاجة، اللي هو لازم انظم كل حاجة. مثلا لو عملت بوتون ممكن اخليه فوق شمال، في النص، تحت يمين، ما بيخليش الحاجة تحت بعضيها. فهنا هنستخدم حاجة اسمها لينير عشان تسهل علينا، لينير لي اوت. ونعمل حاجة اسمها اورينتيشن. اورينتيشن نخليها فيرتيكال. فيرتيكال ده يعني الزرار هتترص تحت بعضيها. هوريزونتال يعني جنب بعضيها. نعمل في البداية حاجة اسمها بوتون، عايزين نعمل بوتون. ماتش بيرنت يعني ايه، وراب كونتنت يعني ايه. ماتش بيرنت بياخد الويتس، الويتس ده اللي هو العرض، بياخد عرض الشاشة كاملة. ماتش بيرنت على قد الجهاز اللي انت ماسكه. ماتش بيرنت، بص هنا عمل ايه، جاب من اول الشاشة لاخر الشاشة. راب كونتنت دي بمساحة النص اللي هيتكتب جواها. بص هو حجمه قد ايه. بص لما اجي اكتب في قلبيه تكست مثلا، تكست اهو، اكتب فيه مثلا ايه، اي حاجة مثلا الصفحة الرئيسية مثلا. اجي بقى اغير كده في التكست سايز، شوف حجم الزرار هيعمل معايا ازاي. بص حجم الزرار بدأ يكبر معايا. 30 اس بي. ليه بختار اس بي؟ اي حاجة ليها نص، يعني انا كاتب نص اس بي، اي حاجة تانية بختار دي بي في السايز. اديها اي دي، اي حاجة لازم اديها اي دي عشان اقدر انده بيها في مكان تاني. مثلا نسميه بي تي ان بوتون مثلا. ازاي بقى اشغل الزرار ده؟ اروح لحاجة اسمها جافا من اكتيفيتي. قبل اي حاجة بعرف كود الجافا ان انا عندي حاجة اسمها بوتون، اسمها بي تي ان، واقفل بسيمي كولن. بعد كده هقول البي تي ان ده اعمل له حاجة اسمها find view باي اي دي، يعني روح شوف عندك حاجة في الريسورس ار دوت، ار دي بديله عنوان ار دوت اي دي دوت، انا مسميه بي تي ان، هو طلعولي. بقفل بحاجة اسمها سيمي كولن.
ليه بقى الخطأ ده؟ هو عايز حاجة ما ينفعش الجافا يشوف كود اكس ام ال، مش هيقروا بعض، فبنعمل حاجة اسمها كاست. بقول له ده بوتون، بقول له دي حاجة عندي اسمها بوتون، ده زرار. شوف كده الايرور راح، هو فهم كده خلاص ان انا ككود جافا هروح ابص في الاكس ام ال على حاجة اسمها بي تي ان. اقول بي تي ان ده كود بقى اللي هو ازاي يحس ان في حد داس على الزرار. اول ما حد بيدوس على الزرار في الديفايس بتاعك بيروح يكلم الاوبريتنج سيستم اللي هو الاندرويد بتاع العده، بيقول له في حد داس على الزرار، اسمه سيت اون كليك ليسنر. بعمل له حاجه اسمها نيو اون كليك ليسنر، يعني اول ما تحس ان حد داس على الزرار هتعمل لي الحاجه اللي هديها لك هنا. اي حاجه بقى، عايزنا اتنقل من صفحه لصفحه، عايزنا اغير لون حاجه كده. في البدايه بس نعمل صفحه جديده نسميها، نيجي هنا من نيو اكتيفيتي، انبت اكتيفيتي، نسميها مثلا مين تو اكتيفيتي زي ما هي، مش هنغير في الاسم شرط. من اكتيفيتي هنا نخش عليها، في عندنا كود الربط اسمه ايه؟ اسمه انتنت. انتنت اول واحد، انتنت. بسمي الانتنت ده اي حاجه، اي اسم مثلا، ممكن مثلا اسميه باسم، مش هيفرق مع الاسم، بيساوي نيو، بقول له اعمل لي انتنت جديد، انتنت. بدي ايه الانتنت ده؟ بديله اسم الصفحه اللي انا فيها واسم الصفحه اللي انا عايز اروح لها. اسم الصفحه اللي انا فيها اسمها ايه؟ اسمها مين اكتيفيتي، صح؟ دوت ذس يعني الحاليه، كوما اسم الصفحه اللي انا عايز اروح لها اسمها مين تو اكتيفيتي، صح؟ مين تو اكتيفيتي دوت كلوز، بروح قافل بالسيمي كولون بتاعتي. بعد كده بعمل حاجه اسمها ستارت اكتيفيتي. ستارت اكتيفيتي يعني ابدا من الصفحه اللي انا واقف فيها. انا مسمي الانتنت بتاعي ايه؟ باسم. بس كده لما اجي رن ان شاء الله هيشتغل معانا. فكده فهمنا ان احنا لما بنيجي هنا في اللي اوت احنا كده بنتعامل مع شكل تصميم ديزاين. ازاي بقى نخلي الزرار اللي انا عملته هنا في التصميم ده يشتغل، يبقى ليه قيمه؟ هو كده منظر بس ولا لا اي لازمه؟ بروح لكود الجافا في المين اكتيفيتي، بعرف له هنا ان انا عندي زرار بوتون مسميه بي تي ان. البي تي ان ده بقول له روح دور على حاجه اسمها ار اللي هي الريسورس دوت اي دي، الاي دي اللي انا اديته للزرار اسمه بي تي ان. فايند فيو يعني دور على الاي دي ده. بعد ما يلاقي الاي دي بقول له بي تي ان مثلا أكون في الصفحة الرئيسية بعدين هنا باجي هنا اروح اعمل ايه؟ نعمل مثلا تكست فيو، نخليه برضو ماتش بيرم وبيلابل كونتنت. نكتب بقى جوه تكست، نكتب فيه مثلا اهلا بكم في الصفحة
دي بقى تكست سايز. تكست سايز مثلا نخلي 24 اس بي. نعمل لها مثلا جرافيتي. جرافيتي دي اللي هي مكانها يبقى فين، نخليه في السنتر. نعمل حاجة اسمها مارجن. مارجن دي بنديله مساحة خارجية او بنخلي حواليه هنا مسافات بره. بص اول ما ادي رقم بص هيعمل ايه، بيصورها لي كده لجوه 10 دي بي مثلا. نديله التكست كولر مثلا نخليه. تعالوا بقى كده نعمل رن ونشوف الشكل بتاعنا هيبقى عامل ازاي. كده فهمنا ان احنا عندنا حاجتين في الاندرويد ستوديو، حاجه اسمها جافا كود وحاجه اسمها اكس ام ال كود. الجافا كود دي اللي بتعامل بيها بلغه الجافا، بديله اي اوامر يقدر ينفذها. في الاكس ام ال كل حاجه خاصه بالديزاين، كل حاجه، مفيش حاجه تخرج بره الاكس ام ال في الديزاين. الجافا برضو ممكن نعمل فيها حاجات مساعده ونقدر نكتب فيها في قلب الديزاين، بس خلينا الاول بس نتعلم ازاي نكتب في الاكس ام ال ونشغل بالجافا، وبعد كده نخش في المرحله اللي بعدها. ثواني بس بيعمل بيلد. بعد ما اخلص بيلد بقى نجرب. ادي الايميليتور الصفحه الرئيسيه، اول ما ندوس عليها اهلا بكم في الصفحه الرئيسيه. وكده بتعلمنا اول حاجه ازاي ننقل او ازاي نعمل زرار، واول ما نعمل كليك عليه ينقلنا لصفحه تانية. يا رب تكونوا فهمتوا.